لو انت مبتدئ وعايز تفهم الافتر افكت بطريقة سريعة وموجزة، يبقى الفيديو ده ليك، لان ببساطة هنتكلم على اهم الاساسيات اللي من خلالها تفهم البرنامج، ومن غير ما نتكلم على اساسيات كتير علشان ما تزهقش من البرنامج. ده واجهة البرنامج لما بنفتح الافتر افكت. ده متقسمة لثلاث حاجات. اول حاجة البروجكت، حتى لما بنضغط عليها بيبقى متعلمة باللون الازرق. وتاني حاجة الكومبوزيشن، وبرضه متعلمة باللون الازرق. وبرضه التايم لاين ومتعلمة باللون الازرق. قائمة البروجكت هنا اي حاجة عايز تحركها، سواء صور، ايقونات، مشاهد موشن، اي حاجة عايز تحركها انت بتجيبها بتحطها هنا. تمام، ده اول خطوة بتعملها. طيب يعني ايه فايدة الكومبوزيشن؟ الكومبوزيشن ده اللي هو بمثابة شاشة العرض اللي هتوضح العمليات اللي انت هتعملها كلها. تمام. طيب التايم لاين ده اللي هو لو انت مثلا عايز في الثانية رقم صفر مثلا يبقى في كلمة معينة او ايقونة معينة تبقى مش ظاهرة، وفي الثانية رقم 3 مثلا تبدأ تظهر، عشان يبقى تختفي وتظهر. اختفائها وظهورها بيبقى ده كله العملية ديت بتتعمل هنا. طيب اول حاجة لما بنفتح البرنامج بتلاقي في نيو كومبوزيشن هنا، وده لما بتضغط عليه بيظهر لك كده قائمة. القائمة ديت بتوضح لك لو انت اللي انت هتفهمه بس من هنا اللي انا هقوله لك ده. اول حاجة الابعاد بتاعتك، انت عايز المقاس بتاعك عامل ازاي، عايز يبقى لليوتيوب، عايز يبقى للريلز المطول، يبقى الشاشة طويلة والعرض قليل. فالابعاد اللي احنا هنستخدمها ايه؟ اول حاجة البرسيتي ده اللي هو ايه، انت عايز ايه؟ اتش دي 25 فريم. طب ايه الاختيارات ديت؟ ده كلها احنا مش محتاجينها. اللي احنا محتاجينها اللي هو الاختيار ده او ده بس. خلينا في الايه، في الايه ال 25. تاني حاجة المقاس، انت عايزه مقاس اليوتيوب يبقى ده مظبوط كده. لو انت عايز مقاس المطول اللي هو الريلز وكده يبقى ده ال 1080 في 1920. الفريم ريت ده لو هنا 20 يبقى خليه 25. وده لو كل ما هتزود كل ما هتلاقي فيه نعومة الحركة اكتر. بس كل ما هتزود يبقى نعومة الحركة اكتر، مش هتتبسط منها في الاخر. يعني لو مثلا عملت هنا 35 40 مش هتبقى كويسة، يعني هيبقى في نعومة مبالغ فيها. فاحنا هنخلي بقى الموشن جرافيك 25 ل 30. يعني بنصحك بده. لو لقيتها اقل من كده خليها 25، ولو لقيتها ازيد من 30 خليها 30 او 25. طبعا الستارت تايم كود اللي احنا عايزين نبدا نصفر العداد خالص، عشان ايه؟ ده الثواني اللي هنبدا بيها. طيب اللي بعد كده لو انت مثلا عملت السكريبت الموشن جرافيك سجلت صوت وطلع معاك دقيقة ونص، فانت بتختار انك انت المساحة بتاعتك هتبقى هنا دقيقة ونص. لو دقيقتين ونص دقيقتين ونص، ده فينتو ثانية، ده الثواني، ده الدقايق، وده الساعات. بس ده اللي انت محتاجه هنا. غيرت هنا للدقيقة ونص، وكذلك يبقى ده كده اللي انت عايز تفهمه هنا. مش شرط تفهم ده ومش شرط تفهم ده دلوقتي، ولكن احنا كلنا محتاجين نفهم ده بس. تمام، نعمل اوكي. اول ما بنعمل اوكي كده بتلاقي في شاشة سوداء، والشاشة السوداء دي بيبقى قاس اللي احنا عملناه اللي هو 1920 في 1080. تمام، وده شاشة العرض. ودلوقتي كل حاجة سوداء لان احنا ما ضفناش حاجة في التايم لاين هنا. زي ما بقول لك كده، ده مثلا ايقونة انا جايبها، ايقونه الافتر افكت، شكل الافتر افكت. طيب احنا لما ضغطت عليها ما ظهرش هنا، لازم تنزلها تسحبها كده وتحطها هنا. اول ما سحبتها وحطيتها هنا ظهر في شاشه العرض. بمجرد انت بتحط حاجه هنا هيظهر في شاشه العرض هنا. طيب قبل ما نبدا بقى في آلية الحركه وازاي نحرك وازاي نستخدم التحريك في الايقونه ديت، خلي بالك الحاجات اللي ظاهره عندك اللي في الجنب هنا في اليمين لو مش ظاهره عندك هتلاقي عندك الايه القائمه الافكت، الافكتات اللي احنا بنحطها. بعد كده هنتعلم برضو الافكتات دي، ولكن مبدئيا دلوقتي ما تشغلش بالك بالحاجات اللي هنا دي. الحاجات دي كلها بتساعدني اثناء الشغل. اللي هيبقى ظاهر عندك الافكت ده، وبرضو الكاركتر ده تبع الفونت او الخط اللي انت بتكتبه، عايز تغير في حجمه، عايز تغير الفونت نفسه. ده يعني ايه؟ بعد كده هنعرف الموضوع ده. يبقى كده لو احنا عايزين نحرك حاجة لازم نضيفها هنا. يعني مثلا انا هجيب ايقونة تانية بسحبها هنا اهوت وبسيبها.
بدأت تظهر هنا، ما ظهرتش هنا ليه؟ لانك انت لسه عايز تسحبها تحت هنا كده. شوف انت بقى بتيجي تسحب بتلاقي ايه جايب معاك كده، بتحطها تحت او فوق الايقونه اللي انت حاططها في الاول. عايز تحطها هنا تحطها فوق، هتلاقي في قائمه في شكل الزائد موجود، مجرد بس ما تسيب الماوس بتلاقيه ظهر فوق. لو انت هتنزلها تحت كده يبقى الاولويه في الظهور اللي موجود فوق. لو انا ضغط على ده هتلاقي ان هو في الابعاد بتاعته موجوده اهيت، بس هو مختفي مش ظاهر عشان هو تحت الايقونه اللي فوق دي. تمام. طيب عايز تظهرها يبقى انت بتطلعها فوق، يبقى هي يعني ظهرت عشان انت طلعتها فوق. تمام. بمجرد بس لما بتضغط على حاجه منهم بتلاقي ان هو متحدد لي الحاجه اللي انت ضغطت عليها. لو عايز تضغط على ده يبقى هو متحدد لي على ده، يبقى انت تفهم كده الحاجه اللي انت ضغط عليها هنا هتظهر لك هنا، والعكس برضو لو انت ضغطت على ده كده من شاشه العرض هتلاقي هو ايه جايبها لك هنا. تمام. وده عدد الثواني، ده عدد الثواني. لو جينا نشوف كده، لو احنا قبل كده قلنا ان احنا اخترنا اي دقيقه ونص، فتلاقي ايه نهايه المشروع بتاعك دقيقه ونص. فانت بتضيف الصوت هنا بقى وبتبني المشاهد بتاعتك والايقونات بتاعتك على شاشه العرض. اللي احنا محتاجين نفهمه بقى، مثلا هنشيل حاجه من ديت، هنخلي مثلا ايقونه زي دي كده. تمام. وعايزين نتعلم فيها الحركه، ازاي بقى نعمل الحركه على الايقونه دي. ده مثال بسيط جدا عشان تفهم آلية الحركة، أساسيات الحركة، ومن غير كلام كتير. ده اللي احنا محتاجينه بس في الافتر افكت. يعني انت مش محتاج تفهم بقى الحاجات ديت ايه، الحاجات ديت والانيميشن دي يعني ايه، والفيو والويندو واللير والحاجات دي كلها مش وقتها خالص. انت عشان تفهم البرنامج بشكل سليم وما تتعقدش، فاللي انا بقوله لك دوت انسب طريقة، وده احنا شغالين بكده. انت دلوقتي عايز تحرك الايقونه دي، هتحركها ازاي؟ في مؤشر كده بتضغط عليه، اول ما بتضغط عليه بيظهر لك كلمه ترانسفورم يعني الانتقال. يعني ما تفهم من كده ان بتبدا من هنا هتعرف تعمل الانتقال، زي انك تخرجه من بره تدخله جوه، عايز يصغر يكبر، عايز يختفي، عايز يعمل دوران، اي حاجه هتلاقيه من الترانسفورم ده. طيب في برضك مؤشر موجود زي اللي كان هنا، لما بتضغط على المؤشر ده بيفتح لك ان في هنا برضو ترانسفورم، فبتفتح برضو الترانسفورم بتلاقي كذا حاجه، ودول كلهم بمثابه الحركه اللي انت هتعملها. شفت اي مقطع موشن جرافيك لا يخلو من الحركات ده. كل اللي انت بتشوفه في الساحه الموشن جرافيك اعرف ان هم الخمس حاجات دول هم اللي بيعملوا الحركات كلها. تعالى نمسك حاجه يعني ايه. هنبدا من البوزيشن، يعني مش هنبدا من انكر بوينت، لان الانكر بوينت مش هنستخدمه خالص يعني دلوقتي. طيب اللي احنا هنستخدمه البوزيشن، السكيل، الروتيشن، الاوباسيتي. طيب البوزيشن يعني ايه؟ البوزيشن يعني المكان، انا عايزه من مكان هنا، زي ما مثلا لما بنسحبه كده يبقى بره وعايزه يدخل جوه. يعني ده اللي خاص بالايه، حركه اليمين والشمال واللي فوق وتحت. هتلاقي في هنا الاكس والواي، ده الخاص باللي فوق وتحت كده. تمام. وده يمين وشمال، لا كان هو بره بقى جوه، من جوه بقى بره، وهكذا. طيب السكيل يعني ايه؟ السكيل يعني الحجم، يعني انت عايز الحجم صفر، لما تضغط على صفر كده تمام اللي هو مش موجود، ولما بتضغط لما بتعملها الحجم الطبيعي بتاعه 100 يبقى ايه موجود. يعني ده عايز تكبره اكتر تصغره هكذا زي ما انت شايف كده. انا بشد هنا وهنا، بسحب هنا وهنا. تمام. بقولك ان الحجم الطبيعي بتاع الايقونه اللي انت بتضيفها 100. تمام. معنى كده ان السكيل مش زي البوزيشن. البوزيشن بيحرك لك يمين وشمال وفوق وتحت، اما ده بيصغر لك الحجم وبيكبر لك الحجم. تمام. والحجم بتاعه الاصل 100، اسف انا عملتها 10 يبقى 100. طيب الروتيشن اللي هو الخاص بدوران الايقونه يمين وشمال، فكل حاجه لها وظيفه، وده بمثابه انت بس محتاج دلوقتي. والاوبسيتي طبعا ايه الاختفاء والظهور. الاختفاء بيظهر وبيختفي زي ما انت شايف كده. تمام. يعني ال100 القيمه 100 هي خلاص هي كده ظاهره 100%، اما لما بتقلل القيمه لصفر بتختفي. طيب احنا لحد دلوقتي ازاي نعمل الحركه؟ احنا فهمنا كل حاجه من دول بيعملوا ايه.
وده اللي انت محتاجه في الافتر افكت. تخيل بقى ان انا ما قلتلكش اي حاجه خالص من الحاجات التانية ديت، لا انا عايزك تفهم بس ده، ولو طبقت ده وفهمته هيريحك كتير انك انت تفهم الافتر افكت. طيب احنا دلوقتي ازاي نحرك، ازاي نبدا نعمل تايمر ان احنا نعمل الحركه من تبقى من بره لجوه. وده هيبقى وظيفه المكان اللي هنا ده، هيبقى وظيفة حاجتين. المكان اللي هنا ده هو ده عدد الثواني اللي موجودة، وثانيا الحاجات التايم اللي موجود ده، عشان تقول للافتر افكت، برنامج الافتر افكت هو مش هيفهم الحركة اللي انت عايزها كده، مش هيقرأ نيتك، هو هيقرأ ايه بقى اللي انت هتعمله هنا. عشان نوضح المسألة اكتر، ده مثلا ايه، دقيقة ونص، احنا عايزين مثلا في خلال ثانيتين الايقونة دي تبقى بره وتدخل. هنشتغل على واحدة واحدة، تمام. هنشتغل على بوزيشن مثلا خلصنا البوزيشن وحركناه وعملنا التايم وكل حاجة، هندخل على كل حاجة على اللي بعد كده، تمام. الكونه دي انا عايزين بقى ايه، نبدا نعمل الحركه ونفعلها. مش هيقرا نيتك، يعني انا مثلا مش هقول للافتر افكت كلام كده ان انا عايزه يبقى من بره ويدخل جوه من غير ما انا افعل حاجات من هنا. لازم التايم اللي انت لازم تعمله. طيب هنا دقيقه ونص، احنا عايزين بقى الحركه بتاعتنا في خلال ثانيتين 3. بنيجي على الفوق هنا ده كده وبايه، بنقرب كل ما نقرب كل ما يوضح عدد الثواني اللي انت شايفها دي، اللي احنا هنشتغل عشان نشتغل على الثواني القليله دي. يعني ظهور الايقونه هيبقى من الصفر مثلا لاتنين، تمام. مش معقول انت لو انت عملت مثلا خليتها زي الاول كده، عملت الحركه تبدا من الصفر ل 15 ثانيه، هتبقى بطيئه جدا. هو المقطع كله بيبقى دقيقه، انت بتظهر ايقونه في 15 ثانيه مثلا، لا. فخلي بالك بس من النقطه دي، يعني الناس في ناس بتتلخبط بالحته دي. لا، انت بتشتغل على عدد الثواني بس، تمام. انت بتقلل من فوق كده عدد الثواني عشان الايقونه بتاعتك هتظهر في خلال سنتين، مش اكتر من كده. خليها قاعده عندك طول ما انت شفت المقطع ده، اي حركه ما تزيدش من سنتين، ما تزيدش عن سنتين في الظهور، وفي الاختفاء ثانيه او ثانيتين برضه. اي حاجه فوق الثانيتين بيبقى بطيئه وشكلها ممل، تمام. انت ممكن تقرب كمان مش اكتر، تمام. ده المؤشر بتاعك، انت بتمسكه كده وبتروح يمين وشمال عشان ايه، تتحرك ايه زي ما انت عايز. طيب ركز معايا بقى من الاول دلوقتي. احنا عايزين نمسك البوزيشن، عايزين يبقى هو من بره، كان بره وبقى جوه. نعمل ايه؟ يعني مثلا احنا في الثانيه رقم 2 هنا نقف على الثانيه رقم 2 هنا، تأكد بس اللي انت واقف على 2 او هنا يعني، بس انا عايزك تبقى دقيق من دلوقتي يعني في الثانية رقم 2 هنا، ونقول ان هنا المكان اللي هو واقف فيه ده، ده انا محتاجه هنا في الوقت ده. وفي الثانية رقم 0 او 1 او اللي انت عايزه، تمام. في 0 ان هو كان جاي من اليمين. فدلوقتي شوف، دلوقتي انت عرفت البرنامج ان هو في الثانية رقم 2 انا عايزه يبقى واقف هنا، وفي الثانية رقم 0 اللي هو كان بره. فتيجي تشوف، تضغط على مسطرة زي ما انت شايف كده، ان الايقونه بدات خدت وقت من هنا، فضلت في خلال الثواني دي كلها ان هي ظهرت في الاخر. لما جت على الكي فريم ده ما عادش في حركه، يعني انا حتى اهو هنا ما فيش حركه. ليه؟ لان هو لما انت عرفت البرنامج اللي في الثانيه رقم 2 يبقى هو مكانه هنا، في الثانيه رقم 0 اللي هو كان بره، تمام. ده وظيفه ايه، البوزيشن. طيب في الثانيه رقم 5 مثلا، نقول له من اول هنا بقى، ضغطنا على الكي فريم من هنا، تمام. مش من هنا، الكي فريم من هنا لحد ما مثلا ثانية رقم 6 ان هو يروح من الناحية التانية. يبقى هنا من اول 0 هنا كان في بره، في الثانية رقم 2 دخل جوه. الثواني دي كلها هو ثابت فيها، لان انا قلت من اول بقى هنا عملت كي فريم، ومن اول هنا بقى يبدأ يخرج، تمام. طيب انا هنمسح الكي فريمين دول، مسحتهم اهو. انا عايز مثلا وهمسح دول كمان، نعمل من اول عشان تبقى واخد بالك. انا عايز مثلا من الثانية رقم 0 يبقى بره، ما تروحش توديه كده من غير ما تفعل التايمر.
لازم تفعل التايمر. طب افرض ما عملتش التايمر، يعني انا مثلا خليت ده كله هناك كده بره، وجيت في السنة رقم 2 عملته هنا، مفيش اصلا البرنامج افتر افكت مش ما قرأش حاجة. ليه ما قرأش حاجة؟ لانك انت ما فهمتهوش بالتايمر ده، لازم تفهمه بالايه؟ بالتايم. انا عايزه من اول ثانية رقم 0 تفعل الكيفريم. الكيفريم ده هو اللي موجود، اللي هو المربع ده اللي اسمه الكيفريمات. تمام. اللي برنامج الافتر افكت هيعرف ان اللي انت عايزه منه، هتقول له من اول رقم 0 يبقى كان في اليمين مثلا، لما يجي مثلا في الثانية رقم 2 يبقى ايه؟ بيدخل جوه. تمام. تمام. يبقى انت كده فهمت البرنامج اللي هو كان هنا بره وكان هنا بقى، وهنا يدخل لحد هنا. عايز تخليني هناك كمان مفيش مشكلة، بس انت واقف على الكيفريم بتاعك. تمام. طب عايز مثلا عايز تخرجه بره، يا اما حاجه، يا اما انك انت بتقول له مثلا انا عايزه يثبت في خلال كام ثانيه. لو انت عايز تثبته مثلا في كام ثانيه هنا لحد الثانيه 6، يبقى انت بتعمل الكيفريم هنا من غير ما تتحرك حاجه. وفي الثانيه رقم 7 تقول له مثلا ايه؟ خلاص انا عايزه يخرج بقى. يبقى هو من اول هنا كده يبدا ايه؟ يمشي زي ما انت شايف كده. من اول هنا يدخل، وقف هنا اهوت خلال الثواني دي كلها ما عملتش اي حاجه. قلنا من الثانيه رقم 0 اعطيت له كيفريم برضك من هنا، وان هو خلاص خرج كده. انت فهمت البرنامج الافتر افكت اللي انت عايزه. تمام. برضو تعال نشوف تاني دلوقتي. كذلك اللي احنا هنعمله في البوزيشن هنعمله في السكيل. يعني مثلا احنا هنقول السكيل مثلا ان هو 100. في السنة رقم 0 مثلا انا عايزه 0، وفي السنة رقم 1 عايزه 100. تمام. هل حصل حاجة؟ ما حصلش حاجة. يبقى اذا في غلطة هنا. الغلطة ايه؟ لازم تفعل التايم، ما تتلخبطش في التايم الموضوع سهل جدا. انت بس بتفهم البرنامج الخطوات اللي انت عايزها ازاي. تمام. عشان انت بتعمل له برمجة يعتبر، يعني فاهم. فانت مثلا في السنة رقم 2 هو 100، الحجم بتاعه ده جميل جدا، فهنعمل ايه؟ خلاص بنفعل التايم اللي هو ده 100 هنا. تمام قوي. فبنرجع ورا وبنقول ان هنا ال100 بتبقى 0. تيجي تشغل بقى بالمسطرة مثلا، هتلاقيه بدأ يظهر بالشكل ده. يبقى اذا انت بتفهم البرنامج الافتر افكت سواء في البوزيشن، السكيل، الروتيشن، الاوباسيتي، بالكيفريمات اللي هو عبارة عن مربع صغير زي ما انت شايف كده. تمام. طيب انا عايز بقى من 0 لحد 2 اهوت بدأ ظهر، وبعد كده ثبت. تمام. وكل ما هتوسع شوية كده برضو هتشوف ايه؟ ان مفيش حركة، ما انت مفيش الا كيفريمين بس اللي انت عاملهم. طب عايز في الثانية رقم 12، بتمسك المؤشر في الثانية رقم 12 وبتقول له نضغط على الكيفريم ده ونقول له من 12 ل 13 اللي هو المفروض عدد هنا، ولكن عايز توضحه بتزوم كده عليه، فانت وضحته. تمام. فايدة بس انك انت بتبقى بدقيق شوية، يعني لازم ايه الموضوع ده يبقى معاك على طول، انك بتكبر وايه وتدخل على التفاصيل الثواني علشان تبقى ايه حركتك تبقى مش بطيئة. وتقول له مثلا هنا 0، عملت ايه؟ كيفريم هنا 0. يبقى هو البرنامج قرأ انك انت عايزه من اول 0 هنا 0، الثانية 0 اللي هو 0 حجمه 0، وفي الثانية رقم 2 بقى 100، وفي الفترة دي كلها مفيش اي كيفريم موجود. وتقول له بقى امر تاني اللي هو من الثانية رقم 12 خلاص انا مش محتاجه، فبتخفيه. تمام. طيب اللي بعد كده الروتيشن. احنا خلاص عملنا البوزيشن وعملنا السكيل، هنمسك في الروتيشن. روتيشن برضو كذلك عايز مثلا ايه؟ في الثانية رقم 6 نفعل الكيفريم، وفي الثانية رقم 8 يلف دورة واحدة. فتيجي تشوف
اللي هو اصلا احنا قبل كده كنا بنعمل من صفر لاتنين، لا مش شرط تعمل في الصفر لاتنين، انت ممكن عايز تحركه من 6 ل 8، عايز تحركه من 14 ل 16، عايز فاهم، عايز تحركه من صفر ل 16، ما عنديش مشكلة. تمام. يبقى انت بتختار الثواني اللي انت محتاجها، وده على حسب الكلام اللي على حسب الفويس اوفر اللي بيجي لك من العميل. يعني ساعات ان مثلا ايه، انت محتاج حاجة تظهر في الثانية رقم 12. يعني العميل مثلا بيتكلم وبيقول بيقول الجملة ديت الايقونة بتاعتها هتظهر من 12 ل 14، فتظهر من 12 ل 14، وهتختفي مثلا من 25 لكذا فتخفيها بقى زي ما احنا عملنا كده. تمام. ضروري انك تفهم الحتة دي. تمام. المؤشر لو هناك بتضغط على اي حتة هنا تلاقي المؤشر جالك تاني. تمام. التعامل على التايم لاين ده هتفهمه، بس ايه، حط ايدك، بس حط ايدك مرة واثنين وثلاثة هتلاقي من نفسك فاهم. طيب دلوقتي احنا عملنا الروتيشن. تمام. احنا قلنا من الثانية رقم 6 عملنا الكي فريم، ونقول له دوران مرة واحدة لحد ايه، ثانية رقم 1، ثانية رقم 8، اللي هو خد ايه الدوران مرة واحدة. عايز تزود زود. خلي بالك انت الان الوقت كده واقف على الكي فريم، انت من الواضح هتقول لي واقف على الكي فريم، بس طول ما هو ده مش متعلم ازرق يبقى انت مش واقف. يعني لو انا قربت كده، قربت اكتر كمان، شوف انا مش واقف على الكي فريم. هتعرف ان انا واقف على الكي فريم ازاي؟ اصلا ساعات ممكن انت تقول ايه، لا انا تعمل كي فريم كده غصب عنك تاني، او انت عايز مثلا تزود خليها بدل اللفه لفتين، فانت مش واخد بالك انت واقف، فبتعمل ايه، تقول 2 هنا مثلا كده، هتلاقي خلي بالك في هنا كي فريم تاني اتعمل. يعني هو في هنا كي فريم تاني اتعمل، هنا كي فريم تاني اتعمل. تمام. فانت لازم تتاكد انك واقف على الكي فريم. هتتاكد ازاي؟ لما المؤشر يقف على الكي فريم كده، عايز تشوف انت واقف على الكي فريم ولا لا، بتشوف ايه ده متعلم، انت كده انت اد اور ريموف كي فريم، انت في التايم في الوقت في الحته دي انت واقف على كي فريم. خلي بالك عايز تزود تقلل انت واقف هنا. تمام. خلاص. يبقى احنا كده عايز تلغي الكي فريم طبعا، عايز تشغله تلغيه من هنا، عايز تضيف كي فريم تاني من يبقى تضغط على ده، ما تضغطش. لو انت ضغطت على ده انت بتلغيه، انت بتفعل الكفريم من هنا، اول الكفريم من هنا والتاني كفريم تفعله. يعني انت بتضغط على ده بتعمل كفريم، او انك بتعمل الرقم على طول. يعني انت لو عملت بقى الرقم اللي انت القيمة بتاعتك بيتفعل لوحده. تمام. طيب الاوباسيتي برضو، يعني انا عايزه من اول او انا عايزه يعمل فيد كده، يعني في الثانية رقم 2 يظهر، ماشي، الثواني في الثانية رقم 2 كده يظهر، يبقى نفعل ده كده، عمل لي فريم اللي هو موجود ده اهو. وبعد كده في الثانية رقم 0 نقول له مثلا ايه، يا اما نعمل هنا كده ونديله قيمة 0. تمام. او ان احنا بنكتب 0 على طول من غير، يعني مثلا لو ده مش موجود اهو 0 نعمل 0 على طول كده، بيعمل لك فريم تلقائي. بس لازم ظهور كفريمين، كفريم يخليه يختفي، سواء بقى اوباسيتي عايز يبقى يطلع بره بوزيشن ويدخل جوه، عايز سكيل 0 وبعد كده يبقى 100، يبقى في كفريم بيخفيه وفي كفريم تاني بيظهره زي ما انت شايف كده. تمام. طيب يبقى احنا كده دلوقتي فهمنا آلية الحركة. احنا بس ناقص لنا حاجة، احنا نطور ازاي من الحركة. احنا عرفنا كده دلوقتي ازاي نحرك، يعني دلوقتي عشان نحرك تاني سريعا كده بنقفل ده كله اهوت، ده كأنه لسه موجود اهو. تمام. انت بتضيف الايقونة من هنا تحطها هنا، بيظهر لك هنا. طبعا بعد ما انت عملت الشاشة، مساحة الشاشة بتاعتك. تمام. بعد كده بقى الايقونه ديت عايز تحركها، يبقى انت بتدخل على المؤشر ده كده، بتلاقي الترانسفورم، تفهم بقى ان من هنا هتلاقي كل حاجه ما يخص بالحركه. تمام. عايز قلنا ضروري انك تفهم ان الافتر افكت مش هيقرا نيتك، هيقرا التايم اللي انت بتعمله.
في الثانية رقم 2 هنا انا ضغطت على البوزيشن ماشي. الثانية رقم 1 بقى هنا يا عايزه بره، فهو عمل لك فريم بالحركة اللي انت عاملها زي ما انت شايف كده. تمام. طيب احنا ممكن نستخدم اتنين مع بعض، يعني ممكن نستخدم بوزيشن وسكيل وروتيشن ممكن. يعني مثلا انا عايز من الثانية رقم 0 اهوت للثانية رقم 2 انه يبقى في حركة من بره لجوه. تمام. عايز بقى من ثانية الاختفاء ما يبقاش بوزيشن مثلا، يبقى سكيل. عايزه مثلا يبقى خلاص لحد مثلا هنا 7، ونقول له نضغط هنا سكيل. تمام. فعل كفريم، ونعمل ايه الكفريم من الثانية رقم 7 للثانية رقم 8 ان هو بدأ يبقى من 100 لصفر. تمام. يبقى هو من 100 لصفر، يبقى هو دخل بالبوزيشن، عملنا بوزيشن والفترة دي ما خدش اي كفريم اهو زي ما انت شايف. وجيها بقى من هنا لهنا، من عملت السكيل من صفر، من 100 لصفر. اوعى تيجي مثلا انت عملت هنا البوزيشن اهو، قلت بقى ما هاجي مثلا في الثانية رقم 9 ونعمل السكيل ونعمل هنا صفر كده. انا عارف انك انت هتتلخبط وهتعمل مرة كده، هتقول ايه ده هو راح فين؟ هو انت عملت كفريم واحد اصلا صفر. فاهم؟ لا احنا بنعمل ايه؟ نيجي نقول ان من اول هنا كده ما تغيرش القيمة، وتيجي بقى الثانية رقم 10 تقول له صفر. لانك لو انك انت عملت هنا القيمة دي صفر، فهو اصلا كله ده صفر مش هيظهر لك. يعني مثلا لو جينا نقف على القيمة دي وقلنا هنا، انت شفت انا اتأكدت ازاي ان انا واقف على الكفريم من هنا، ان انا كده واقف على الكفريم، عملت هنا صفر. انت كل ده كله صفر مش باين اصلا، انت شايف حاجة؟ انت مش شايف حاجة. فانت بتعمل القيمة، يعني بتعمل القيمة بتاعته الاصلية بتاعته. تمام. وتقول له هو بينزل ايه كده لصفر زي ما انت شايف كده. يبقى هو واضح هنا كده زي ما انت شايف، وواخد بوزيشن كمان لحد من اول ما اقول هنا الكفريم التاني بدأ يشتغل اللي هو الصفر. تمام. طيب عايز مثلا هنا بوزيشن، ومن الفترة دي الروتيشن يشتغل، تضغط على الروتيشن هنا كده ويبقى لحد مثلا هنا كده. تمام. ونقول له مثلا دورتين مثلا، يبقى هنا البوزيشن من بره لجوه، يبدا الكفريم بتاعي اللي بتاع الروتيشن يلف زي ما انت شايف كده. ومن اول هنا الروتيشن هيبدا يثبت بقى خلاص، وايه والسكيل يحصل زي ما انت شايف كده. طيب عايز اوباسيتي برضو مفيش مشكله، انت مثلا في الثانية رقم 2 تعمل اوباسيتي زي ما هو 100 كده، وهنا مثلا ايه صفر. في اوباسيتي في ظهور دلوقتي بدأ يحصل مع الحركة. وممكن كمان يعني انت انا عملت كل حاجة مع بعض، يعني فاهم اللي هو البوزيشن والسكيل والروتيشن. خلاصة الموضوع علشان تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، لازم يبقى في كفريمين للحركة، كفريم ظهور وكفريم اختفاء. يعني عايز اعمل كفريم بوزيشن، انا بس باكد على النقطه دي لان هو دي النقطه اللي المبتدئين حاسين ان هم لما بيجي يطبقوا لا انا مش عارف اعملها ليه. فاهمني؟ فدلوقتي مثلا ايه في السنه رقم 2 اهوت، انا عايز في السنه رقم 1 يبقى بره، وهكذا. تيجي في السنه رقم 2 هنا خلاص، هنا الحركه ثبتت. ليه؟ لان هو خلاص انت اديت له القيمه دي. طيب ما تجيش مثلا تقول انا خلاص انا ظهرته اهوت، انا عايز اخفيه بقى، عايز من السنه رقم 8 اخليه يطلع بره. انت عارف عملت ايه كده؟ انت خليته يبقى دي يدخل، ومن كفريم هنا على طول يطلع، يعني انت ما خليتوش يقف يثبت. عشان كده لو تيجي تلاحظ هتلاقي انا شلت الكفريم اهو. لو جيت تلاحظ مثلا هتقول انا بقول من السنه رقم 8 نعمل كفريم، ونقول له من 9 بقى يخرج. يبقى انا ثبته في الحركه دي. الكفريم ده هوت واخد نفس الكفريم، القيمه ديت هي واخد نفس القيمه دي بالظبط، علشان يبقى ثابت كده. ومن اول هنا كده يمشي.
لازم تفهم كده، لازم تفهم امتى كام ثانية يبقى هو مش موجود ويظهر، وكام ثانية محتاجه يقعد، وكام ثانية محتاجه يمشي. وانت عايز تمشيه ازاي؟ بالبوزيشن ولا بالسكيل ولا بالروتيشن ولا بالاوباسيتي؟ عادي يعني. انت عايز تشيل بقى الكفريمين دول بتضغط عليهم كده ودليت. عايز تشيل الكفريم ده بتدلته. لما بتدلته بيبقى فين؟ جاب لك الكفريم اللي هو وضعه اللي هو كان بره. احنا كنا عاملين كفريم اللي هو بره، وفي السنة رقم 2 اللي هو بيدخل كده. عايز تحركه من هنا مفيش مشكلة. عايز تحركه بايدك حركه، بس خلي بالك انك انت مش الحركة بتاعتك وانت بتحركه كده مش هيبقى مستقيم، يعني هياخد ميلان كده، مش هتبقى ايه دقيق يعني في اللي انت بتعمله. تمام. يا اما انت لو عايز تسحبه بايدك ايه، خلي ايدك ضغطة على الشيفت. تمام. عشان شوف انا بطلع فوق وتحت اهوت وهو واخد المكان بتاعه. تمام. وهكذا. الموضوع سهل وبسيط، محتاج بس انك تفهم، بس تدرب ايدك دلوقتي على الكفريمات، وكل اللي انت هتعمله هو اللي بافتر افكت هيطبقه لك. عملت كفريم خروج ودخول. مش عايز نكتر في النقطه ديت. انا اظن ان شاء الله انك انت فاهم اللي انا بقوله ده. طيب عايزين نطور الحركه اكتر من كده، نعمل ايه؟ بنعمل اول حاجه مثلا احنا عايزين البوزيشن ده مثلا انا عايز اقول ان هو من اول الصفر، من سنة صفر هو كان بره. تمام. وفي السنة رقم 2 مثلا هو كان جوه، اللي هو هنا مثلا. طيب لو انت شايف كده الحركة ولا هي بطيئة قوي ولا هي سريعة قوي، عايز تسرع وتبطأ. يعني لو انت عايز تسرع، يبقى انت بتخلي الكيفريم ده بتمسكه كده بالماوس وبتسرعه. يعني انت خلي هو ظهر بدل ما كان بيظهر في ثانيتين هيظهر في نص ثانية اهو مثلا. شوف كده يتسرع. عايز تبطأ اهو عادي. عشان كده بقول لك شوف الحركة بطيئة ازاي. تخيل بقى انك انت بتشتغل بتشتغل وبتحسب بقى ان الحتة ديت حتة صغيرة بقى، وبتقول ايه عامل كيفريم كده. شوف بقى اما يظهر بقى ايه يكون ايه ما قامت. فاهم؟ عشان كده بقول لك قرب حد هنا وقرب كده اهو. خلي الثواني يبقى ايه الثواني بس كده اللي انت شايفها. تمام. يبقى انت عايز تسرع عن 4 ثواني. انت بتخيل ايه؟ يعني انت بتخيل الحركه بتظهر في 4 ثواني. اصلا الجمله كلها بتاعت الفويس اوفر بتاع السكريبت كلها الجمله بتاخد 3 ثواني. ده انت فاهم؟ انت لازم الحركه تظهر في ثانيه في ثانيتين. فاهم؟ بس كده يعني كده في ثانيه الحركه بقت احسن. طيب الحاجه التانية اللي احنا محتاجين نفهمها، الحركه بتاعتنا فيها يعني فيها نشوفيه كده. احنا محتاجين الحاجه اللي الحركه تبقى ناعمه. بنعلم على الاتنين دول كده، كفريمين دول كده، وبنعمل كليك يمين كفريم اسيستنت. وده فيه هنا ايزي ان واوت. احنا اللي هناخده الايزي از فقط، اللي هو F9. يعني لو مش عايز تعمل الحركه دي انت بتتعلم على الاثنين دول. لازم تتعلم على الاثنين دول، وبتيجي على اي كفريم منهم كده وبتكليك يمين كفريم اسيستنت وبتختار ايزي از. تمام. يعني لو مثلا علمت على الاثنين دول كده وعملت تختار الاثنين دول كده وعملت كفريم اسيستنت وتعمل ايزي از، هيظهر لك بقى الكفريم بدل ما كان مربع بقى عامل شكل كده، شكل تاني اخر غير المربع. تفهم يعني ايه ايزي از ويعني ايه يعني اللي انا عملته ده. شوف الحركة كده بقى في اختلاف، وعشان تبين الاختلاف ده انا هجيب ايقونة تانية مثلا زي الافتر افكت كده، هسحبها احطها هنا واخلي الحجم بتاعها كده وخليها تحت هنا. تمام. وهخلي الستريتور ده الحركة بتاعتها من هنا، واصغرها شوية كمان ده كده
عشان تبقى بقى انت واخد الحركة. طيب وهنلغي البوزيشن ده وهنفتح هنعمل بقى الحركة مع بعض بقى. هنعمل ده زي ده، بس واحد من غير الايزي ايز وواحد بالايزي ايز. تمام. عشان نحرك بقى الافتر افكت بنعمل ايه؟ نفتح ده ونيجي على ده، هتلاقي نفس الخصائص اللي موجودة في التاني. فبنضغط على البوزيشن من هنا. تمام. عشان بس يبقى ايه الايقونتين واضحة. نيجي مثلا على الثانية رقم، بنضغط على الثانية رقم 2 مثلا كده، احنا واقفين على الثانية رقم 2 وبنقول بوزيشن، ونيجي على ده برضو ونقول له بوزيشن. هما الاتنين في وقت واحد اهو. تمام. وبنرجع ورا كده علشان نقول ان ده كان هناك، وان ده برضو لما ضغطت عليه بيوضح لك اللي هو هنا اهو، وبرضو بنعمله كده. الاتنين ماشيين بنفس السرعة، بنفس كل حاجة، وبنفس عدد الثانية. هو واخد ثانيتين في الحركة. تمام. مفيش اي اختلاف. طيب لما بنعمل بقى الاتنين دول مثلا، بنعلم على الكي فريم دول وبنعمل كليك يمين ايزي ايز. تعال نشوف الحركة اللي تحت دي، اللي فوق الاي اي، تحس ان هي زي ما بدأت السرعة مشت على الاخر بنفس السرعة، هي سرعة واحدة ما غيرتش. اما ده تحس ان هو كان في الاول بطيء بقى سريع وبقى بطيء، يعني فاهم؟ جه هنا في النص هنا وحصل حركة سريعة، بيبدأ بطيء بيسرع بيسرع وبالاخر ايه؟ يبقى بطيء. اما ده واخد نفس السرعة. وهنفهم ده ازاي بقى؟ هنفهم ده ازاي لما بنضغط على الكي فريم ده كده، الاتنين دول، وندخل على الجراف اديتور، ان احنا بنكشف على ده، بنلاقي ان هو ده الكيفريم اهوت، اللي ده الكيفريمات ده بس مخطط بياني بيوضح الحركه بتاعتك مسارها عامل ازاي، ان هو ماشي على نفس سرعه واحده، ان هنا ده الكيفريم الاول، ده الكيفريم الثاني، والخط ده هو سرعه واحده ما غيرش. اما بنيجي ونضغط على ده تاني كده عشان نرجع تاني، ونضغط على ده وندخل على الجراف اديتور، هتلاقي ان هو في منحنى حصل، ان هو من اول هنا كان بطيء وبقى سريع في الحتة دي، وبدأ يبقى ايه بطيء تاني زي ما انت شايف كده. هو واخد نفس الثواني اللي خدها ده، وده نفس الثواني اللي، بس ده واخد سرعة واحدة من البداية، واخد سرعة لحد هنا واخد سرعة نفس السرعة، مفيش حاجة، مفيش اختلاف. اما ده كان بطيء، بيبدأ بطيء وفي النص هنا بقى فيه سرعة، وفي الاخر هنا بقى فيه بطء. والحركة دي افضل من الحركة السرعة الثابتة، لانه بيدولك نعومة ايزي يعني الحركة سهلة. تمام. طيب تعالوا نوضح اكتر كمان. طيب احنا عايزين نلعب برضو في السرعه بتاعته. نعمل ايه؟ بنيجي على الكي فريم ده كده مثلا، او على دول كده مثلا، نعلم على الاثنين. يعني ما ينفعش نضغط على الجراف اديتور الا لما نعلم على الاثنين دول. يعني مثلا لو دخلنا على الجراف اديتور كده مش هتلاقي، من غير ما تعلم مش هتلاقي حاجه، انت بتعلم الاثنين دول كده وبتدخل على الجراف اديتور. تمام. وبتلاقي ايه؟ الكي فريم اللي موجود ده. تعال نصغر ده كده شويه، زي ما انت شايف كده اهوت. بتلاقي ان الكي فريم الاول والتاني، وهنا السرعه بتاعته، الحته دي السرعه اللي حصلت كده. تمام. جاي في الحته دي بطأ. طب احنا عايزين نلعب اكتر، انا عايزه يبقى ياخد حركه ناعم سريعه من هنا ويجي على بطيء، ويبقى الحركه كويسه. بتيجي على الكي فريم الاخير ده وتلاقي فيه مؤشر اصفر هنا وهنا. بنعمل ان هنا لما بنسحبه كده يبقى انت اتحكمت في الحركه. حتى شفت، خلي بالك من النقط ده اللي موجوده. كل ما هتعمل ده كده مثلا
هتلاقي ان هو بدأ يبقى هنا سريع وهنا بطيء، حتى النقط ده بيعبر عن السرعة وكده. تعال نشوف كده من اول هنا ونعمل كده. شفت بقى ان هو بطيء في الاخر، ان هو في الحتة دي بدأ بطيء، هنا بطيء، هنا بقى خد قمة السرعة الحتة ديت، وبقى في الاخر لما بيقف بطيء، مبقاش سرعة واحدة. انت من رأيك كده ايه افضل في الحركة؟ اللي واخدة الايزي ايز ودخلنا جوه لعبنا في الاعدادات، ولا اللي هي الحركة الثابتة ديت؟ طبعا هتقول الحركة دي افضل، زي ما انت شايف كده. طول ما انت بتلعب في الاعدادات الجراف اديتور بتحصل على حركة ناعمة ولحركة افضل، وكل ما هتتعب نفسك في انك انت تعمل حاجة كويسة من الجراف اديتور هتبقى مستواك احترافي. طيب يبقى خلي بالك من هنا ورايح الجراف اديتور ده يبقى معاك وانت ماشي في مسيرتك الافتر افكت، تعمل الكيفريم بتاعك وبتدخل على الجراف اديتور وبتلعب في الايه النهايه. يعني انت بتقول له انا عايزه يقف بطيء، فهو واقف بطيء، يعني معنى انك بتسحب ده كده تمام، لان انا سحبته على الاخر اهو، ان هو بقى سريع وينتهي بطيء. شوف اللي هو سريع جدا وينتهي ايه بطيء، اما ده واخد نفس السرعه من البدايه للنهايه. نرجع تاني نشوف ده كده، نيجي هنا كده هتلاقي ايه هو نفس السرعه. عايز تعمله مثلا ايز بتعمل كليك بتتعلم عليهم كده، انت لازم تتعلم عليهم. يعني انا عملت كده كليك يمين كده مش هتلاقي فيه ايزي هنا، ليه؟ لانك مش معلم عليهم. لازم تتعلم عليهم كده وتيجي على واحده منهم تمام وتعمل كي فريم ايز او من F9. دلوقتي بدأ طب دي ما خدش دي ليه؟ لان احنا لسه ما لعبناش في الجراف اديتور بتاع ده. احنا عملنا ايز تمام، بس ما لعبناش في الجراف اديتور. عملنا ده لما دخلنا على ده كده. شوف الجراف اديتور احنا جبناه للاخر، اما ده لسه ما جبناهوش للاخر. ده لما عايزين نجيبه في الاخر بنتعلم على ده كده من هنا ونقول له مثلا يبقى سريع اهو. هما الاثنين نفس بعض تمام. طيب عايز تظهر ايه الاول؟ مثلا عايز الاي اي الاول ولا الافتر افكت، الايقونه بتاعت الافتر افكت؟ مثلا احنا عايزين نخلي اللي يظهر الاول الاي اي. يا اما حاجه من حاجتين، يا اما انك بتتعلم على دول كده وبتاخر ده عن ده، فده اللي يظهر الاول وده يظهر التاني تمام، لان ده بدأ من اول هنا، من اول السنه الرقم من بعد سنه رقم 1 تمام لحد مثلا هنا 3 بدأ يظهر. يا اما انت بتسحب اللاير ده نفسه، اللاير ده من فوق كده وبتسحبه كده، انت واختيارك. عندك حاجتين لما تتعلم على الكفريمات وتاخرهم، يا اما بتمسك اللاير نفسه من فوق كده بتاخره تمام. لازم تبقى فاهم كده. وبرضه كل ما انت هتتابع معايا لحد اخر الدرس كده هتفهم، هتبقى خلاص الموضوع معلومه بالنسبه لك. موضوع كفريم الاول والتاني بدا يبقى مفهوم. وعايز تاخر بتاخر، عايز تاخر الظهور ده بتاخر زي ما انت عايز، يا اما من هنا تمام على حسب احتياج ظهور الكلمه امتى. طيب عايزين مثلا انا عايز الايقونه الافتر افكت ده من السنه تمشي يعني تختفي سكيل من السنه رقم 7 ل8. نمسك المؤشر نقف هنا من 7 ونقول هنا كفريم بقى، ما نعملش صفر بقى على طول، نعمل هنا كفريم الاول اللي هو من اول هنا لحد 8 ويبقى صفر تمام. وعايزين برضو نعمل اللي هو ايزي على السكيل، ما عندناش مشكله، بنعلم عليهم هما الاثنين، نيجي بنقف على واحد منهم ايز او من F9. هتلاقي برضو طب تعالى نشوف التاني. هنعمل سكيل برضو من اول هنا كده لحد هنا ونعمل صفر. تعال نشوف الفرق ما بينهم
عايز تبين الفرق اكتر بتدخل على الكيفريم الجراف اديتور بتاع السكيل، والمره دي من تحت. ليه؟ لان هو خلاص هو بيصغر. لما بيصغر تمام، عايز يبقى يعني ينتهي بطيء. لو هينتهي بطيء يبقى بتستخدمه من اول ايه، من هنا. ده الكيفريم اللي هو هيبدا ينتهي من هنا في الحته دي. خلي بالك لما انت بتعمل كده بتقول له اللي هو لما بينسحب ويبقى صغير كده بيبقى ايه، الحركه بتاعته بطيئه شويه زي ما انت شايف كده. الافتر افكت بينسحب بس ايه، مش على طول زي الاي اي، واخد حركه واحده زي ما انت شايف كده. طيب يبقى انت فاهم برضك انك ممكن تعمل ايه الجراف اديتور بدا كده. ممكن ده اهو من هنا. طب ليه ما بنستخدمش التاني؟ لان التاني ده صفر. هنا هو واخد السكيل واخد صفر هنا، فهو مش اللي هيظهر معايا هو اثناء هو بيختفي. يبقى بتشتغل على ايه، على المحور ده اثناء هو بيختفي. انا عايزه يختفي بس ما يختفيش مره واحده كده، يعني عايزه بالراحه كده لحد ايه، ايوه لحد ما يختفي. تمام. طب لو لعبنا هنا، العب زي ما انت عايز تلعب هنا بس هنا مش هيفيدك بحاجه. تمام. احنا ليه اشتغلنا على البوزيشن؟ لما بندخل على الجراف اديتور بتاع البوزيشن بنلعب على ده، ما بنلعبش على ده، لان ده كان بره مش شرط معايا. انا شرط معايا وهو يظهر بايه، بشكل ايه، انسيابي وبالراحه كده، ما بقاش فجاه بيقف بالظبط كده. تمام. طيب احنا هنلغي برضو ده وهنلغي ده اللي يعني ده اللي احنا يعني محتاجين نتعلمه. مثلا عايزين نعمل السكيل تاني عشان يبقى احنا وضحنا كمان السكيل زي بوزيشن. نقول له من اول هنا، وده برضو من اول هنا السكيل. تمام. ونيجي على اللي هنا ونقول له ده صفر وده صفر. ده كده ظهر بالكفريم اللي قلنا له هنا صفر عملنا كفريمات هنا، وعملنا كفريمات اللي هو ده لحد هنا بدأ يظهر وخد القيمة بتاعته. تمام. اظن كده يعني الكفريمات مظبوطة. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنعمل كليك يمين ايزي ايز. انا علمت على الاثنين على طول. انت مش بدل ما تعمل مثلا واحده بس، لا انت بتختار اي كفريم كده، بتختار الكفريمات كلها بانك تسحب بس، بتضغط ضغطه كبيره مستمره على الماوس، وبتعمل كليك يمين كده وايه، وايزي ايز. تمام. تدخل على الجراف اديتور بتلاقي انت ممكن تدخل على الجراف اديتور للاثنين مره واحده، يعني مش شرط تعمل مره واحده. انا بس انا عملت بوضح لك واحده واحده علشان تفهم ايه الفرق ما بين الحركه اللي واخده ايزي ايز والحركه مش الايزي ايز. طب انت عايز تعمل الاثنين ايزي ايز، خلاص بتضغط عليهم كده وايزي ايز من F9 او من كليك يمين كفريم اسيستنت وبتعمل ايزي ايز. يا اما بتدخل بقى ايه على F9 وبتدخل على الاثنين دول كده، بتلاقي ايه واخد ايه اتنين، ده واحد والتاني ده. بتضغط على الاثنين ده كده، بتضغط كده على كله كده من هنا وتسحب، يبقى انت كده عملت نفس الحركة على طول. مش شرط بقى تقعد تتحرك واحدة والتانية تحركها، لان انت بتحركهم مع بعض. وده بيختصر عليك بقى لو انت هتحرك حاجات كتيرة موجودة، انت بتعمل كل مرة واحدة، وبعد كده ايه بتأخر ظهور واحدة عن واحدة عشان ايه يبقى واحدة مش كله يظهر مرة واحدة، كله يظهر كده بالترتيب كده. يبقى الاي اي ظهرت وده ظهرت. يعني مثلا المتحدث هيقول الاستريتور والافتر افكت، يبقى الاستريتور والافتر افكت او كده ظهر على حسب كلامي. والفويس اوفر بيتحط هنا بقى، يعني فاهم. وده وبتبني انت بقى العناصر دي كلها عليه. تمام. بعد كده محتاجين ايه؟ محتاجين خلاص احنا عايزين نعمل الروتيشن. عايزين نعمل روتيشن مثلا من اول سنة رقم صفر. هنا مثلا هنقول الروتيشن كان صفر،
ومن الثانية رقم 2 كان لف دوران دورة كاملة. تمام. شوف بقى، يبقى انت عملت هنا ما خدش دوران، انت ما عملتلوش دوران، انت عملت الايه الاي اي، عملت الاي اي بالشكل ده كده دوران كامل. تمام. عايز تعمل ايزي ايز برضو مفيش مشكله، تعمل كليك يمين ايزي ايز او من F9. عايز تدخل على الجراف اديتور برضو وتعمل للروتيشن، خلي بالك انا عملت ايه للروتيشن بس اهو، ده ضغط على الروتيشن بس مش السكيل. انت عليك تدخل تعملهم هما الاثنين كده، بس انا عشان عملت ده السكيل دي مع السكيل ده خلاص بقى انا عملته. فبندخل على الروتيشن وندخل جوه كده ونعلم على الكيفريم الاخير وبنعمل برضو اللي انت عايزه ده كده. شفت بقى الدوران بتاعه جميل جدا، يعني انت واخد بالك من الدوران بالاخر في الاخر خد ايه، خد الكيرف ده، الكيرف البطيء ده اللي هو خلاص هو الحركة اصلا بدأت تنتهي من هنا، وهنا بقى الجزء بسيط من الحركة زي ما انت شايف كده. ده يفيدك بقى انك انت بتنوع في الحركة بتاعتك، يعني الموضوع بقى ما يبقاش سكيل بس، يبقى سكيل مع روتيشن. طب سكيل يعني مثلا برضو ممكن تستخدم البوزيشن، يعني من اول هنا مثلا شوف انا واقف ايه، انا منظم ال الكلام معايا. يعني مثلا هنا ايه هنا الثبات اهوت، ونيجي كده مثلا اللي هو يجي ناحية كده يعني مثلا، وبنعمل هنا برضو ايزي ايز، نعلم على الاتنين دول كده وايزي ايز، تدخل جوه وبتعمل برضو اللي هو هنا كده. جميلة جدا. تمام. طيب فرضا مثلا انا عملت الحركة بتاعتي، عايز تنقل عايز بدل ما هما ده فوق وتحت انا عايزهم جنب بعض. لو طالما انت عملت ده مش واخد الا سكيل، ممكن تحركه عادي، تحركه هنا فهو عادي. اما ده واخد بوزيشن واخد كفريمات بوزيشن، هتحركه ازاي؟ لما بتحركه بياخد كفريم تاني، خلي بالك عشان تحركه بقى. تمام. بتيجي تقف على الكفريم كده وبتاخد الاتنين دول كده، اتعلم على الاتنين، ما تعلمش على واحد بس، بتعلم على الاتنين بس مثلا، وشوف انت عايز تحركه فين. عايز تحركه هنا، عايز تخليه هنا، ماشي خليه هنا وحد جنبه هنا. تمام. يبقى انت حركته بالحركه بتاعته. اوعى تيجي تقول طالما واخد بوزيشن، طالما انت عامل كيفريم بوزيشن، خلي بالك ما تحركش اي حركه. يعني ما تجيش هنا كده وتقول لا مش عاجبني الوضع هنا، انا عايزه من فوق عايزه يبقى فوق ده، تيجي تعمل ده كده. خلي بالك في كيفريم معمول اتعمل تاني. طالما انت عملت كيفريم يبقى في كيفريم، كل ما انت هتعمل حاجه هتلاقي ايه متحركه، هتلاقي في كيفريم اهو. ده لحد هنا كده، ومش هيكتفي على كده هيروح هناك كده، مش هيكتفي على كده هيروح هناك كده، فاهم؟ فانت لو عايز تنقل الحركه بتاعتك ديت يبقى خلاص بتعمل ده، بتعلم عليهم هما الاثنين بس واقف عليه، يعني انت تتاكد انك واقف عليه زي ما احنا قلنا. نيجي هنا مثلا ونقول هنا ده بتحركه عادي. ليه؟ لانه مش واخد بوزيشن، مش انت ما عملتش ما فعلتش الكيفريم، انت بتحركه، هو واخد سكيل بس اللي هو الحجم، اللي هو يكبر ويصغر بس. طيب بعد ما هو يظهر مثلا ده السكيل، عايزه ينقل هنا، بتقول مثلا من اول ثانية رقم 3 مثلا، تمام، لحد الثانية رقم 4 وينزل يروح هنا كده، يا اما بالحركة هنا يا اما ده. تمام. وبتعلم على الكي فريم برضو ايه ايزي ايزي، وبتدخل على الجراف اديتور وبنقول نقول له ايه بقى اللي هو عايزه يتحرك، مش مش حركة ثابتة كده. تمام. لو عجبك ماشي، بس انا نعمل هنا اللي هو يبدأ بطيء ويروح، وانا عايزه برضو يبدأ بطيء ويروح، ولما طالما هيبقى مش هيختفي هيظهر في حتة تانية بس في الشاشة، اعمل برضو الجراف اديتور من الناحية التانية بس كده. شوف اللي هو بقى سريع اللي هو بطيء، سريع جدا هنا وبعد كده بقى بطيء. ده انواع الحركة
للافتر افكت. يبقى انت عملت كده حاجه جميله جدا. تمام، يبقى احنا كده عرفنا آلية الحركه، عرفنا ايه اللي احنا محتاجينه، احنا مش محتاجين اكتر من كده. خلي بالك الافكتات اللي موجوده ديت، الافكتات ديت هتفهمها بعد كده. يعني هي اكتر حاجه عايزها دلوقتي حاليا، مش انك تفهم الافكتات، انك تفهم الحركه. يعني ما تقنعش نفسك هو لا انا ناقص لي الافكتات، انت مش ناقص لك الافكتات، انت بس محتاج تدرب نفسك تجيب ايقونات كتير هنا وتضيفها وتحركها. من كده هتقدر تعمل اي حاجه بعد كده. ده حاجه مبدئيا في الاول. يعني مثلا انا جايب اول مثلا اللوجو بتاعي وعايز ايه نعمله هنا كده مثلا. لقيته مثلا حجمه كبير، بنضغط على من هنا كده على الترانسفورم، وهتلاقي فيه يا اما بص فيه اختصارات عشان لو انت مش عايز تفتح القايمه دي كلها، عايز مثلا بوزيشن من حرف البي، بتاخد اول حرف من الحاجه وبتضغط عليها من الكيبورد، هتلاقي البوزيشن. لو انت عايز البوزيشن بس اللي يظهر لك من غير اي حاجه تاني، عايز السكيل الاس، طب عايز الروتيشن الار، عايز الاوباسيتي التي بقى مش الاو. تمام. ده لو انت عايز تظهر ايه الحاجه الوحيده، مش عايز تتلبخ بالكتر الحاجات اللي ظاهره دي. تمام. طيب انا فرضا انا عايز اتنين مع بعض، عايز الاوباسيتي والروتيشن، يبقى تعمل التي اللي هو الاوباسيتي، وتعمل شيفت الروتيشن، شيفت الار، يبقى بيظهر لك ايه الاوباسيتي والار من غير البوزيشن والسكيل. طب عايز الاوباسيتي والار والاس، يبقى شيفت الاس، شيفت البي. طب مش عايز تظهر التي الاوباسيتي، يبقى شيفت التي وشيفت. عايز برضو تخفي السكيل، شيفت الاس، يبقى انت بتظهر ايه اللي انت عايزه بتخفيه بالشيفت وكذا. تمام. اول حاجه بتختار البوزيشن مثلا، وعايز شيفت الار كده، يعني فاهمني. طيب احنا محتاجين دلوقتي اللي هو اللوجو مالك توتوريال ده، يبقى شيفت الاس عشان ايه نصغر حجمه بس لايه لحد هنا كده، يبقى هنا كده كده، يعني من اول هنا كده. ده طبعا ده كله واخد حركه، ما عدا مالك توتوريال ما خدش حركه، انا بس صغرت الحجم بس. اما عايز اعمل الحركه بتاعته بوزيشن مثلا من الثانيه رقم 2، انا عايزه يبقى هنا مثلا، عايزين نصغره شويه، هنا كده، يبقى من الثانيه رقم 2 بوزيشن. تمام. والثانيه رقم 0 يبقى ايه جاي من تحت مثلا. المره دي بقى نجيبه من تحت بقى، ما جبناش حاجه من تحت. تمام. زي ما انت شايف كده، يبقى الحركه بتاعتك ده واخد البوزيشن وسكيل وروتيشن ومعمول له شغل يعني، وده واخد بس سكيل كان بيجي هنا. طيب خلي بالك بقى، احنا عايزين ده من اول هنا كده. انا عايز بقى اثناء والاي اي اللي هو الايقونه الافتر افكت هو بينزل كده، ده يبدا يظهر. شوف بقى هو هيبدا يتحرك من هنا من ثانيه رقم 3 ل 4، ده اهو. يبقى ده يظهر بقى يبقى من اول هنا كده، يبقى كان بره، عايزينه تحت مثلا، بس انا عملت كي فريم اهوت. والاول هنا لما بقى ده لما جه هنا بايه ده يطلع فوق كده زي ما انت شايف يعني اهو كده. تمام. طيب ده شفت بقى الحركه الثابته ديت اللي احنا مش عايزينها، حركه المبتدئين. لا انت دلوقتي بقيت محترف، تعمل كده ايزي تدخل جوه، تعمل ايه الكي فريم، تعمل ايه الجراف اديتور. طيب حاسس ان هو ده بدا يخبط في ده، اخر ظهور شويه اهو، يبقى ده بيظهر وده بيظهر، والاتنين وده لما بيجي كده ده بيجي كده. جميله جدا. دلوقتي انت ده الحلقه الاولى في التعلم الاساسيات، وان شاء الله انت اصلا يعني الباقي بقى هيبقى احترافي بقى، اللي هو ازاي تعمل حركات جميله، ازاي تحرك مشهد بقى، ازاي ما توقف يعني ازاي انك تطبق على مشهد. فده اللي هنعمله ان شاء الله في الدروس القادمه. ولو انت عايز بعد ما انت تفهم الاساسيات، في كورس الموشن جرافيك موجود احترافي
على القناه بتاعت مالك توتوريال. فانا سايب لك تحت الكورس، اعلان الكورس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.